شباب يا شباب ركزوا معايا. لما انا بقول لك اعمل كروس جوه المنطقه، يعني اللي هنا يقطع على العارضه القريبه، واللي على القريبه يقطع على العارضه البعيده. الهدف منه ايه؟ ان المدافع اللي ماسكك تعرف تهرب منه، الهروب من الرقابه هي دي، وتخطف. يا شباب انا ما ينفعش اسلم نفسي للمدافع واقول يلا العب الكوره، العب. المدافع يحب اللاعب اللي هو عديم الحركه، عديم اللي هو ايه، واقف سلبي كده، عارف ان الكوره لو جات له هيحط رجليه كده او يديله كده ويقطع الكوره من ايه، من تحته. يبقى احنا نعمل ايه؟ طالما المدافع هنا اروح اخد مكان، ولما انا اخد مكان زميلي اللي في المكان ده يجي ياخد مكاني. اطرح على المدافع اسئله، يعني انا اطرح المدافع اسئله. انا مدافع، يا ترى اللاعب اللي انا ماسكه ده هيفضل واقف ولا في اللعبه دي هيجري؟ ولو جري اروح معاه واسيب المساحه دي، واحد من ورايا هيجي يقطع في المساحه دي يستلم الكره ويبقى خلقوا المساحه ويهاجموا. يبقى انت طرحت عليا اسئله، يبقى انت شتتني كمدافع. لعيب الكوره بيبقى ذكي جدا، اللاعب الكوره اللي مش ذكي مش هيلعب كوره باحتراف، لان الاحتراف يعني جانب خططي 100%، والجانب الخططي محتاج تشغيل مخ مش رجل. جاهزين يا رجاله؟ يلا وروني.